مرحبا واهلا وسهلا معي بفيديو جديد. انا هون حطيت لكم خليت لكم الصوت عمدا لحتى تسمعوا يعني من وراء الكواليس شو عم بصير. بس هاي الوصفة لازم الكل يشوفها. ما في حدا بالعالم بيعرف يعمل فكة هاي، حتى لو كانت المقادير موجودة والمكونات موجودة، بس ما في شبيه يعني الله يسلم هالإيدين يا رب ويحفظهم ويخلي لنا إياهم ويطول عمرها يا رب. مثل هالوصفة مثل هالأكلة يعني من تحت إيديها ما بلاقي. يعني مهما حاولت أنا أعمل، مهما أكلته عند حدا تاني، عند طبعا عند حدا تاني ما باكل أنا هاي الأكلات يعني، بس يعني بمطاعم كذا ما في حدا بيعمل هاي الأكلة، مع إنه المكونات زي ما انتم شايفين بسيطة موجودة يعني بكل مكان. بس احنا يعني بنحب ناكلها هون، نعملها دائما باللمة. طبعا بيت اخي موجودين وبيت اهلي واحنا فولادي فاولاد اخي، يعني بنحب نعملها دائما الجمعة. لما كان بابا موجود الله يرحمه كمان كان دائما موجود، كان بحب البزيت. ماما بتعمل دائما لما بتعمل هاي الأكلة بتعمل بزيت وبسمنة. طبعا السوريين بيعرفوا هاي الأكلة مشهورة. أنا بحب بصراحة اللي بسمنة، هي اسمها هيك يعني، بس هي بتكون مكوناتها جامدة. هاي اللي هلأ عم تعملها ماما هاي بسمنة. بخلطت أول شي الطحينة مع شوية ليمون، شوية مي، بعدين حطت عليه الحمص مطحون. طبعا ما بتجيب علب ماما أبدا، دائما بتكون ناقعة قبل بوقت اسمعني يا نسوان، سالقيته من الصبح بكير، فبتكون مجهزيته يعني كلنا وخالص علي جيبي وجاهز. من الحمص. لما بتعمل ماما هاي كمان كنا بحب الأكلة شوي يعني هيك نحن بنقولها، يعني هي هلا في بتسألنا خمسة مثلا هي قديش؟ 5 بتعملها على لتر أساس ب إنه 24 فطور. يورو 9. احنا من كتر ما بنحبها وكتير طيبة بنقولها لا مو بدنا اياها للفطور، هاي بدنا اياها لغدا، يعني خليها وجبة غدا. كتير بعد كتير ما هون تقولي لما بدي وصفات قالوا بنحبها هي باساس انه منك. طب يعني اذكري اسمي شويه لما تقولي، قولي هذه وصفه مرت للجمع اخوي، ليش هيك بدي تعملي وصفه اقول مرت اخوي عنها؟ هاي أكلة الجمعة. طبعا هون حطت زي ما انتم شايفين هاي المكونات، بس ما في أي مكونات ثانية. يعني حمص وطحينة وملح، حطيت هون ليمون وكذا، يعني برضو انتم سامعين بالكواليس يعني شو عم بيصير. فهون هاي الأكلة اللي بزيت. أنا بصراحة مو كتير صحبة معها، ما بعرف ليش، يعني أنا ممكن أكل وعلى منها العشاء معلقتين ثلاثة جابوكي، خلص، يعني بس امك على يعني ابوكي يا مش صحبة كريم. معها أبدا. أنا بحب السمنة أكتر، بحب التقلاية تبعها. أنا مدلل هون هاي عم اللي لك زيت بقلي يا حبيبتي، كاجو. يا طبعا عمي هاي هم مدلله بحطوا اللي صنوبر، ماما اللي كانت كثير. بتحط صنوبر، بس أنا لما بكون قليل يا زوز. موجودة ما بخليها. كمون. بصراحة ما بحب ما هي اصلا الصنوبر. الزيت، تسقية أنا الزيت ما بحب هي الكاجو روح على مع الكمون. التقلاية، سواء هاي الأكلة أو غير أكلات. يا انا ملحته بس يعني انا برايي فهسه تصفي على بدها الغاز يعني حطينا سمنة. استني لا تحطي امبارح كان هي سمنة ما لازم عملتها على تسمع صوت إيدها الطشة. مشان هي هيك شوي غامقة تفضلي لونها. حبيبي. بسم الله الرحمن وآخر شي أنا بحط كمان شوية بابريكا. لو الله في معجون البابريكا الله. الفريش يعني بعد شو حد تخربي قاعده؟ بس يا ايه بس أحسن يا ايه أحسن، بس بس يا أنا ايه ما ليش تحطي قدرت هيك؟ أحط عشان حد الزيت لأنه يفوت في مش يعمر. أطفال طبعا. بتاكل. شفتي؟ كنت قلت كمان لك. بدي طعمي انت اي شو ما صغيرة تفضلي يا عمي. منه، فما يعني ما بيمشي خربونا عشان الحال المنظر لو إنه سمحت. لا ما هيك يلا يعني طعمي اي شو بتقولي ضدك الصبح. احط بتقولي انا شوية بدي اقر حد، فيي مع بنتك. انه كتير كتير طيب التقلاية لما يكون فيها حد. وهاي اللي بزيت، هاي اللي بسمنة، واللي جنبها بزيت بتيجي مريقة. هي طبعا هاي الفأسة اللي بيعملوا لي اياها لأكلة اللي بزيت، بزيت الزيتون. طبعا بفقسوه مع مرقة الحمص فبتطلع لونها أبيض. يعني بصراحة رهيبة رهيبة جدا هاي الأكلة. واحنا دائما زي ما قلت يعني إن الناس بياكلوها فطور وكذا، بس احنا من كتر ما بنحبها وبنحب اللمة فيها يعني بنطلبها لغدا، تكون وجبة غدا. هاي الأكلة بتنعمل كمان لما البيبي بيطلع أول سن إله. طبعا يعني أنا بنتي طلعت من زمان أسنان ولادي وهيك ولاد أخي، بس يعني إحنا بنحبها هاي الأكلة خاصة بالشتوية كمان كتير دافية. فقلنا يلا بما إنه طلعوا الأسنان كلهم يعني سواء في مناسبة ولا ما في مناسبة حبينا نعملها، طلبناها من ماما. هي بتحط فيها قمح وحمص وبتيجي معها فاصوليا كمان بيضة ومش عارفة شو بالضبط بصراحة.
فهاي هي كانت الأكلة بتكون حلوة. بتغليهم كتير منيح مع بعض، بنسلقوا كتير منيح، بعدين بنحط معاهم محلي، هي بتحط محلي خالي من الكالورين، وممكن شوية سكر يعني، أو أنتوا اختاروا يعني. هي المهم بنحط لها سكر، لازم تكون حلوة. وبعدين بعد ما يستوي كله كتير منيح وقبل ما نطفي عليها بنكون مذوبين نشا على جنب ومي، وبنحطه معاها طبعا طنجرة، ماما بتكون عامليتها طنجرة كبيرة. فبعدين بتحط النشا مشان يجمد معانا القوام، مش يجمد يصير جامد، لا بيكون مريء شوي يعني، بس فيه هيك شوية جمودية. وبعدين بنحط بكل صحن للتقديم بنحط مكسرات، جوز هند، اللي بيحب يعني شو المكسرات الموجودة، شو الأشياء الموجودة اللي يعني الناس بتحب تزين فيها، بتحط على الذوق الشخص الواحد يعني. فأنا بحب كتير معها جوز الهند. طبعا وهي كمان يعني أكلة يعني بتنفع فطور، بتنفع عشاء، يعني وجبة كاملة مغذية وكاملة ومشبعة كتير، خاصة إنه فيها بقوليات. فأنا يعني حبيت أورجيكم هاي الأجواء الحلوة كتير، أجواء البرد اللي إحنا من عايشين فيه، بس الدفى العائلي اللي إن شاء الله لا يحرمنا